هذه العمليات تجرى للمرضى المصابين بعجز القلب اللي لا يستجيب للعلاج التحفظي. يعني مرضى عجز القلب يجب أن يبدأوا بعلاجات تحفظية بأدوية بمحاولة معرفة سبب عجز القلب ومعالجة هذا السبب. بعد أن يتم استنفاذ كافة الوسائل العلاجية والمريض لا يستجيب، يرشح لزرع هذا الجهاز. نحن في مركز الناصرية للقلب لدينا عيادة متخصصة لعجز القلب يحال إليها مرضى عجز القلب. هذه العيادة لا توفر فقط خدمة توفير هذه الأجهزة وزرعها، وإنما توفر خدمة علاج عجز القلب حسب آخر التوصيات العالمية، وتوفير خدمة عالية المستوى لهؤلاء المرضى. القسم الذين لا يستجيبون يرشحون لزرع هذا الجهاز. هدفنا في مركز الناصرية للقلب أن نمتلك خدمات متكاملة لمرضى عجز القلب، من ضمنها زرع هذا الجهاز اللي نسعى أن يكون عملية روتينية في مركز الناصرية للقلب. من الممكن أن تجرى حالها حال عمليات تبديل الصمامات وزرع الشرايين اللي هي تجرى بصورة روتينية في هذا المركز. الدكتور محمد هاشم حسين مياحي، استشاري أمراض القلب، رئيس قسم أمراض القلب في مركز الناصرية للقلب.